السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كتير مننا اتأذى في حياته من اشخاص كان طول الوقت بيعتبرهم اساس حياته. عمره ما قدر يتخيل انه يعيش من غيرهم، وكان بيثق فيهم ثقة عمياء، وكانوا هما بالاخر صدمة عمره وسبب وجعه. وكتير مننا اتأذوا في حياتهم من اشخاص كانوا بيحسدوا عليهم عيشتهم ويتمنوا ليهم زوال النعم، حتى هما ما يعرفهمش، بس من وجهة نظرهم شايفين انهم احسن منهم. وكتير مننا اتأذوا من ناس وهم حتى ما يعرفوش أذوهم ليه. الناس اللي اتأذت واتوجعت، كم مرة قعدتوا مع نفسكم تسألوها ليه حصل لنا كده؟ كم مرة حاولتوا تفهموا وما فهمتوش؟ حاولتوا تسامحوا وما قدرتوش؟ النهاردة أنا جايلكم بروشتة صغيرة جايز تكون سبب ليكم إنكم تتعافوا. في البداية كده حابة أقولكم إني أكتر واحدة عانيت كتير من الموضوع ده، وخسرت كتير بسبب الغدر والأذية اللي كانت أوقات من ناس قريبة مني جدا، وأوقات من ناس حتى معرفهاش، لمجرد بس إنهم بيغيروا مني لأنهم شافوا الجانب الحلو من حياتي واللي بحاول أظهره، وما يعرفوش إيه الوجع اللي بمر بيه لوحدي بعيد عن الناس، لأني ما بحبش حد يشوفني ضعيفة أو يحس بوجعي. أنا بقولكم الكلام ده لأنه في ناس هتقول انتي بتتكلمي وشايفة الموضوع سهل عشان ما عشتيهوش. لأ، أنا عشت وما زلت بعيشه، لدرجة انه اوقات كنت بقول يا ترى العيب فيا انا عشان بحب وبثق وبشوف كل الناس فيهم خير، ولا انا عايشة في زمن مش زماني ومكان مش مكاني. وكتير حاولت اسامح، كتير انهارت لحد لما ربنا هداني للعلاج. بصوا، عشان تخف او تخفي من وجعك لازم اولا نتعامل مع الوضع على انه ابتلاء من رب العالمين، لانه الابتلاء ليه اشكال كتير قوي، من ضمنهم الابتلاء في البشر اللي بنشوفهم ونعيش معاهم. كل ما اشتد البلاء اعرفوا انه على قد منزلتك عند ربنا، وانه بيرفعك بيه درجات، لانه اشد الناس ابتلاء هم الرسل، وبعدهم الامثل فالامثل. والابتلاء ده نعمة ما بتجيش لأي حد، فنحمد ربنا على النعمة ونقول الحمد لله ونصبر ونحتسب. ثانيا، كل وجع بتمر بيه في حياتك اعرف انه بيخفف عنك ذنوبك وخطاياك. يعني كل شخص بيأذيك او بتغزلك او بتتمنى لك شر اعرف انه بيحط عنك سيئة، فالناس دي ربنا جعلهم سبب في التخفيف عنك وغربلة ذنوبك لحد ما تقابل ربنا وانت نظيف من جواك. وده هيساعدك انك تتعافى وانك تسامح. هتقولي حاولت اسامح وما قدرتش، هقولك ده طبيعي وكلنا مرينا بيه، وما بقولش انك هتسامح من اول محاولة، لكن حاول. وانت بتحاول افتكر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان اكتر الناس ابتلاء من اهله، واللي مش بس اذوه لكن كانوا سبب انه يسيب بلده ويهاجر، بس لما رجع وكان في ايده ياخد حقه منهم قال لهم ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا له اخ كريم وابن اخ كريم. قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. قمة الكرم من رسولنا الكريم اللي لما قدر معذبش ولا رد الظلم بالظلم، او انه حتى فكر يعمل فيهم زي ما عملوا معاه، لكن اكرمهم وعفى عنهم. حاول، وانت بتحاول افتكر انه كل اذى سبب في رفع درجاتك عند ربنا، انه اي حاجة بتحصل لك نعمة من عنده، واصبر واحتسب، ويا بخت من قدر وعافي. دمتم بخير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.